ماضي ساعة كنا قبل الفاصل حكينا على تصريح لعبد المجيد تبون الرئيس الجزائري في علاقة بلاده والمغرب اللي قال وصلت إلى نقطة العودة وموقف بلادي هو رد الفعل. نسمعوا عنا اكستري صغير ونرجعوا كل حال وصلنا تقريبا نقطة لا رجوع، واحنا الموقف تاعنا رانا في ردة فعل. لن نكون يوما ما البديئين لأي شيء. سفيان، هو خلينا من كلمة نقطة لا رجوع. الأهم ما قالوا مش لا رجوع، نحن مش البديئين، هو ماناش احنا في رد الفعل. احنا في رد الفعل شنو معناها؟ معناها أنه الجزائر موقفها أنها لن تقوم بمبادرة أو أي خطوة لحالة الوضع في اتجاه المغرب، وهي ستضر المبادرة من المغرب. هذا شنو معناها؟ وشنو معناها في الزادة من جهة الأخرى؟ هو أنه باش نلقاو روحنا في وضعية نتاع ساتيكو اللي تنجم تطول، لأنه سواء الجزائر أو المغرب راهو بالرغم من الاختلافات بيناتهم، لكن في النقطة هذه بالذات هما متفقين أنهم هما يساعدهم وجود عدو خارجي للملمة معناها تقوية الجبهة الداخلية. معناها الأنظمة سواء في الجزائر وفي المغرب. الوضعية هذه وضعية مثالية بالنسبة لهم. هدنة معناها لا، ماهيش هدنة، هي وجود خطر خارجي يمثل الجار والذي يستدعي تقوية الجبهة الداخلية، وإذا ما تقويتش يستدعي أن الدولة تسمح روحها بضرب كل مناوئ وكل معارض أن ينجم يكون عنده رأي مختلف في النقطة هذه. واضح. هما زوز بلدان بين قوسين، يعني خلينا نكونوا واضحين، عندهم إشكال كرونيك عمره 50 سنة اسمه الصحراء الغربية. لحد الآن يبدو أنهم مرتاحين أنهم يقعدوا فيه في منطقة اللا غالب ولا مغلوب. منطقة اللا غالب ولا مغلوب اللي تخلي هكا الصراع هذاك يعيشوا داخل ذلك الصراع، يتعايشوا في فرافيك معناها. ولكن في نهاية الأمر راهو أكثر حاجة عطلت ربما اتحاد المغرب العربي واي صيغه اقترحت لتوحيد المغاربه في تصور اقتصادي مشترك وفي تعاون مشترك هي المشكله الجزائريه المغربيه. ولذلك مش من مصلحه الشعوب المغاربيه انهم يوصلوا الى نقطه العوده في الاشكال المغربي الجزائري. يعني دائما لازم تبقى اللغه خاصه في مستوى الدول الدبلوماسيه هي محاوله حل هذا الصراع بين الشقيقين، رغم أن اللي يزيد يصعب هذا هو مش فقط أزمة الصحراء الغربية، وجود توا البلدين المتجاورين ترابيا في محورين دوليين متصادمين. يعني المغرب داخل الحلف ما يسمى بالحلف الإبراهيمي اللي فيها أمريكا وإلى غير ذلك وإسرائيل وإلى غير ذلك، والجزائر كما شفتوا كما قاعدة تتبع في موجودة في قلب الحلف الروسي الصيني اللي هو تقريبا يشكل نقطة تضارب الآن ويشكل والتبعات الاقتصادية لذلك بالأساس معناها على المستوى الغاز الطبيعي، على مستوى الاثنين معناها راه مختبر ميداني للصراعات الدولية وصراعات لا تنتهي. ولكن ديما في نهاية الأمر ساعات يوصلوا لاتفاق هكا والسحابه هكا شويه تختفي بعد ترجع. يبدو انه من الصعب جدا الحديث عن ترتيب الامور المغربيه الجزائريه على الاقل في الافق المنظور تاع سنوات قادمه اصلا. واضح. هذا تعليقكم على يعني التصريح بخصوص المغرب والجزائر. نمشيو مباشرة إلى جديد قضية التآمر على أمن الدولة. سمير ديلو عضو هيئة الدفاع قال لك أكثر كلمة متداولة على لسان القضاة هي عندي عائلة.